ازاي تدخل مزاد وازاي تشترك في مزاد؟ اول حاجه لو لقيت مزاد نازل، اول حاجه بتروح تجيب كراسه الشروط، بتشوف مكانها فين. الشركه اللي منزله مزاد بسم الله الرحمن الرحيم تجيب كراسه الشروط سواء ب 100 150 200 جنيه، وتروح جاي رايح شايف العربيات مكانها فين وتعمل معاينه ليها، وتكون معاك ميكانيكي او سمكري يبص على العربيه، شوف تكلفه العربيه دي هتتصلح بكام. زي مثلا العربيه هتتصلح ب 20000 جنيه، جميل. بتشوف نسبة الشركة دي هتاخد كام، 15%، بتحط ال 15%. وبتشوف نقل العربية هتنقلها من المكان بتوديها للسمكري، ده تكلفة الونش بتحطه. وبعد ده كله بتشوف العربية المناسبة ليك وتدخل على 3 4 عربيات، وتروح جاي رايح طالع على مكان المزاد المزايدة، وتبدأ تزايد معاهم. العربيه بيبداوا بسعر قليل، بعد كده يوصل للسعر اقل منها. وفي ناس بتدخل في اسعار عاليه، يعني انا بالنسبه لي ممكن الاقي واحد دخل مزاد وعربيه مثلا ثمنها 500000 ممكن ياخدها ب 500 و 470 460. هو مزاجه، ممكن هو مش عايز يكسب فيها 50000، مش عايز يكسب فيها 40000. وممكن كمان تروح مزاد تلاقي فيه ان العربيات اصلا الشركه اللي منزلاها غاليه، يعني زي المزاد اللي احنا حضرناه بتاع مصريه للاتصالات ده، عربيات في تويوتا فورنيتشر 2016 حاطين اسعار عاليه، طبعا مفيش حد اشترى. في الحاله دي ايه، بتبدا المزادات تتعاد تاني، ويبداوا يقولوا لا ده احنا قيمنا العربيات بسعر عالي، لا احنا ننزل سعر العربيات 100000. ساعتها بننزل مزاد تاني والعربيات بتنزل اقل من سعرها. تاني حاجه، العربيه بتتاخد لشخص واحد، يعني ببطاقتك ممكن تاخد عربيه. في مزادات ممكن تاخد اكتر من عربيه، وفي مزادات تانية تروح تقول لك لا لازم بطاقه ضريبيه لو هتاخد 3 4 عربيات. المزادات الحكوميه هي اللي بتعمل كده، اللي لازم يكون معاك بطاقه ضريبيه وسجل تجاري عشان تاخد اكتر من عربيه، وبيكون مكتوب لك في كراسه الشروط العربيه دي ترخص ولا لا. وتاني حاجه، العربيات اللي نازله جمارك انت لازم تكون شايف سعرها كويس جدا، يعني انت عارف العربيه دي مثلا بثمنها في السوق لو نزلت تشتريها دلوقتي هتلاقي عامله بتاع حوالي 250000 ولا 300000. انت تروح في المزاد عارف اللي هي لو رست عليك ب 270 هتاخدها، ب 260 هتاخدها. ولازم تعرف ان في تجار في المزاد بيكونوا عايزين ياخدوا العربيه باقل من السعر، بيكون الشغلانه بتاعتهم يعني اكل عيشهم. فانت بالنسبه لك بتشوف التاجر مركز على العربيه دي، خلاص انت بتشوف عربيه تانية. وفي اوقات تجار بيكونوا قايلين يا جماعه احنا هناخد العربيه دي، بس ده بينه وبين التجار، ده انت بالنسبه لك داخل تركب عربيه. المزادات اللي هي اكتر الشركات اللي بتنزل، المصريه للاتصالات، شركه كوكولا، فودافون، بنك الاهلي، بنك مصر، الهيئه العامه للخدمات الحكوميه، اكتر المزادات بتنزل. بس بتنزل عربيات جمارك وعربيات نيابات. النيابات لسه ما نزلتش، لسه ما نزلش المزاد بتاعها. تمام، دي التفاصيل عن المزاد. العربيه لوت، ما ينفعش واحد تلاقي لوت 3 4 عربيات، لا العربيه لوت. وتاني حاجه انت بتشوف المزادات دي تكلفه، يعني بتحسب تكلفتك انت. يعني انت لو نازل تشتري عربيه بتروح تشوف 3 4 عربيات، بتعمل لهم معاينه وتروح توديهم عند تكشف عليهم في مركز صيانه او حاجه. اعتبر كراسه الشروط دي المعاينه بتاعتك لو انت عايز تشتري. وبتروح تشوف العربيه فين تاني. وكمان انت لما بتاخد كراسه الشروط ممكن تلاقي العربيات في المخزن في محافظه تانية. لازم تعمل حساب الحاجات دي عشان ما تتفاجئش وانت في المزاد. ولو دخلت مزاد ولقيت العربيات غاليه ما تتفاجئش برضو، عادي، ده طبيعي. انا لغايه دلوقتي حاضر لغايه دلوقتي اكتر من 8 مزادات واشتريت منه عربيه، وربنا كرمني ومزادات تانية دخلت فيها واشتريت منه شقه. فالموضوع مربح، بس ازاي تعرف تكسب منه؟ ما هو كل حاجه انا مش هجيب لك العربيه في طبق. يعني في ناس بتكلمني بتقول لي احنا عايزين عربيه، ادخل المزاد وهات لنا عربيه. طب انا اجيب لك عربيه ازاي؟ انت بتتكلم ازاي؟ انت عايز تفضل قاعد في البيت والعربيه تجيلك؟ مش منطقي. انا بديك المحتوى اللي انت تمشي عليه، الخطوه اللي انت تمشي عليها، وفي نفس الوقت انت حابب تمشي تجيب العربيه منها ماشي، مش حابب خلاص. انما انت ممكن تروح تلاقي المزاد يرسى عليك عربيه، وممكن تروح تلاقي العربيات غاليه. وفي نفس الوقت تابع اكتر المزادات اللي بتنزل شركات ايه، فهمت قصدي؟ وبرده المزاد بتاع الجمارك ساعات بيتعاد، برده الحكومه بتقول لك انا عايزه عربيات عاليه فيه، حاطط ارقام خياليه محدش اشترى، اتعاد تاني وهيتعاد باقل من السعر. ده اللقط بقى. في حاجات في المزادات كده بتكون لقط
اللي يعرفها التجار. شكرا، بالتوفيق ان شاء الله.